السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعيني في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصفتنا النهاردة وصفة جميلة وخفيفة ولذيذة واقتصادية، وبدون يعني أي تكاليف خالص. هنعملها كده بنص كوباية من الزيت وكوباية ونص كيلو من الدقيق، وهنعمل الجمال والروعة دي. تعالوا بقى نشوف الوصفة بتاعتنا. وصفتنا النهاردة هي الشوريك. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده أنا معايا نص كوباية من المية الدافية، نزلت عليهم بثلاث معالق من السكر. ولو انت اول مره بتتابعوني يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل وصفاتي. ومتبخلوش عليا بلايكاتكم ولو كنتاتكم الحلوه. طبعا لايكاتكم بتفرق معايا، بترفع الفيديو، وكمان كومنتاتكم الحلوه بتشجعني وبتبسطني جدا. فبالله عليكم اللي يشوف الفيديو ما يبخلش عليا باللايك وكومنت منكم كده جميل. طبعا انا نزلت بقى بنص كوبايه من الميه الدافيه، ونزلت عليهم بربع كوبايه من الزيت، ونزلت بثلاث معالق من السكر. ومعايا دلوقتي نص كيلو دقيق. اللي في الطبق ده 3 كوبايات، وطبعا كوبايه كمان هي تالتة. وعايزه اقول لكم انا اخدت كمان كوبايه، يعني كده اخدت نص كيلو من الدقيق. طبعا معايا بقى كمان ده البودر ده انا كنت واخده منه مره قبل كده، فيعني فيه معلقه صغيره، معلقه شاي. بتاخدي معلقه شاي بس كده تحطيها. ما تاخديش اكتر من كده. انا خدت معلقه من معالق الشاي، مليتها يعني من البيكنج باودر وحطيتها. وطبعا الخميره بتاعتي كانت ناشفه كده في التلاجة، وكنت جايباها يعني بقالها كام يوم فكانت ناشفه. فحطيتها كده مع الميه الدافيه علشان تفك كده وتدوب يعني معاها. طبعا نزلت كمان برشه من الملح، حطيتها طبعا على الدقيق. يبقى حطيت على الدقيق معلقه صغيره من البيكنج باودر، وحطيت عليه رشه من الملح. وخدت كده 4 كوبايات. 4 كوبايات، خدت 5 كوبايات يا جماعة. معايا 3 اللي هم ال3 اللي في الطبق، واللي كانت في الكوباية اهي. واحتجت كمان كوباية كمان عليهم. طبعا بقى ببدأ أعجن كده، ومعايا كوباية بقى من المية الدافية برضو. حطها كده في جنب، كل شوية كده حاسة ان العجينة محتاجة، بحط لها شوية بشوية كده، يعني بنزل بالمية تدريجيا. طبعا لو وصل لحد كده ما يبخلش عليا باللايك، حطوا لي لايكات يا جماعه. لايكاتكم بتفرق معايا وبترفع الفيديو، وفي نفس الوقت كمان الكومنت بتاعكم يعني بيشجعني، يعني بكون مبسوطه بيها قوي لما بسمع كده ارائكم وبسمع كلامكم. طبعا هناخدها بقى على الرخامه شويه كده ونبدا نعجن فيها حبه. وطبعا العجينه بتاعتنا ما تكونش ناشفه، تكون العجينه بتاعتنا كده طريه بس ما تلزقش، يعني تبقى طريه حلوه كده ايه. بتتمط معانا زي اللبانه كده. طبعا كل دقيق بيبقى ليه عرق بيختلف عن التاني. فطبعا انت حسب العجينة معاكي، فكل ما تحسي انها محتاجة مية اديها. حاسة ان هي خلاص بقت كويسة معاكي، يبقى كده تمام. كده خلاص بقى، كده بقى القوام بتاعها اللي احنا عايزينه. هنحطها بقى في الطبق ونغطيها ونسيبها بقى ايه لما تخمر. دلوقتي كده هي بعد ما خمرت اهيت، هنلمها بقى وهنقطعها. طبعا بقى نجيب الصينيه بتاعتنا اللي هنحطها فيها، وهندهنها كده بالزيت، لان طبعا دي ألمونيا، وعشان ما تلزقش معاكي بتدهنها دهنه زيت بسيطه. وبنقطع بقى العجينه لكرات صغيره زي ما انتم شايفين كده، يعني الكره قد حجم السفنديه البلدي كده، او لا او قد البيضه. بعد كده بعد ما خلصت بقى تقطيع، بجيب بقى باخد كل كرة كده وابرمها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبعد كده بنلمها كده حوالين بعضها زي ما هو واضح قدام حضراتكم. طبعا الفيديو يعني بيشرح نفسه، بس طبعا انا عشان كنت بعمل بايد وبصور بايد فمش ظابطاها، لكن انا دول ظبطهم مع همت. انا كده يعني بوريكم بس تعملوها ازاي، وبعد كده انا بظبطها مع نفسي. دلوقتي بقى ده الكميه اللي طلعت ليا من نص كيلو اهوت. هسيبهم بقى لما يخمروا وحجمهم يتضاعف. هيكون معايا بقى معلقة من العسل الأسود ومعلقتين من المية، وادهن بقى بيهم الوش الشريك بتاعنا كده، علشان طبعا يطلع بقى معانا كده واخد وش جميل وتحمير زي ما انتم شفتوا في أول الفيديو. طبعا في الوقت ده انا مشغله بقى الفرن على درجه حراره 200، وبحط بقى الصاجه في نص الفرن. وبشغل من تحت الاول، اول ما ياخد بقى معايا لون ويحمر من تحت كده والقعر بيحمر، برفعه على الشوايه من فوق وياخد بقى الوش الجميل الحلو ده. وساعه ما بيطلع من الفرن بالفرشه كده بنكون بلينها بالميه، وبنلمع وش
الشريك بتاعنا وبعد كده بقى بنغطيه بالفوطة علشان طبعا يرجع يطرى تاني ويرد كده ويطرى تاني معانا. وطبعا انا كنت عملت صاجة بالسمسم وصاجة عملتها سادة كده، وزي ما انتم شايفين طالع بالجمال والحلاوة، اللون بتاعهم موحد وطالع جميل وتحفة وهاشش وجميل جدا. طبعا تقدري بقى تفطري بيه كده مع كوباية شاي بحليب، او يبقى عشاء خفيف كده. طبعا احنا عارفين ان الدنيا ساقعة والواحد بيجوع والليل طويل، وبنبقى سهرانين كده بنبقى عايزين ناكل حاجة خفيفة كده، فما فيش أخف ولا أحسن ولا ألذ من الشريك. حاجة كده جميلة واقتصادية وبسيطة، وطبعا يعني حاجة لذيذة، وعايزة أقول لكم هشش جدا وجميل. وطبعا أنا وريت لكم في أول الفيديو الطراوة بتاعته والهشاشة بتاعته، بجد بجد تحفة وجميل جدا. أتمنى لو عجبكم الفيديو متنسونوش باللايك وتدعموني يا جماعة وتقفوا جنب مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.